خاصهم يقنوا هذا الدومين هذا ديال العيد. انا كنسمع دابا من 3000 والفوق سنه مؤكده، خصنا نجيبوا العيد، وهذاك اللي لاباس عليه هذاك راه ما كنهضروش عليه، هذاك راه ما كيعيطش معانا، هذاك راه كيمشي لبرشلونه ولا كيمشي لباري ولا سميتو. كل شيء الشعب المغربي تيقول لك حنا ما مستعدينش الامكانيات باش نديروا الذبيحه في عيد الكبير. لا ما يمكنش ما يكونش العيد الكبير دايوغ. كنهضروا على واحد الحاجه اللي اسلاميه، هضر على الله تعالى، هضر على الانبياء دايوغ. ما يمكنش ترفضها. امتى كترفضها؟ لما كانش عندك، يعني كنهضروا ما كانش عندك باش تشري نهائيا. السلام عليكم، فيديو جديد. كما كتعرفوا المغرب عانى في 2022 و 2023 من الجفاف، لان المغرب شحال ما عرف هذا الجفاف من 1995. لهذا المغرب تاثر بزاف هذا الجفاف، واثر حتى على المواد الغذائيه. اي حاجه كتوصل للسوق غاليه، حتى الفلاحه تاثر. ملي كاين هذا الغلاء والناس مقهوره، شحال ديال الناس كيطالبوا الغاء عيد الاضحى. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. الناس كيقولوا ملي كاين هذا الغلاء علاش الدوله اللي ما تلغيش عيد الاضحى؟ لان المواطنين ما قادرينش يشريو الحواله، والمواطنين اللي حتى الساعه ما قادرينش يشريو حتى المواد الاساسيه اللي هما المواد الغذائيه، فما بالك بالاضاحي ديال العيد. كاين بعض المواطنين اللي التجؤوا مواقع التواصل الاجتماعي، كاين بعض منهم داروا هاشتاغ اللي هو الغاء عيد الاضحى. كاين بعض منهم ردوا عليهم باللي عيد الاضحى ماشي العرس ديالك باش تطلب الالغاء ديالو، لان عيد الاضحى شعيره من شعائر الله عز وجل. دابا خلينا نشوفوا المغاربه شحال المرات ما عيدوش لتلغى عيد الاضحى في المغرب، وشنو هو السبب باش تلغاو هذه الاعياد. اول مره تلغى عيد الاضحى في المغرب كانت عام 1963، والسبب باش تلغى هذا العيد كانت هي الازمه الاقتصاديه اللي عرفها المغرب في ذيك العام. المره الثانيه اللي تلغى فيها عيد الاضحى في المغرب كانت سنه 1981 بسبب تداعيات برنامج التقويم الهيكلي واشتداد الجفاف. الجفاف هو اللي كان السبب باش تلغى عيد الاضحى في العام الثاني اللي هي 1981. اما العام الثالث اللي تلغى فيه عيد الاضحى في المغرب، وكان هو اخر عام يتلغى عيد الاضحى في المغرب، كان 1996، والسبب ديالو هو الجفاف. والملك الحسن الثاني كان وجه رساله للشعب المغربي عن طريق وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه عبد الكبير العلاوي، واللي قال في هذا الخطاب: كله بسبب سنوات الجفاف الاخيره التي مرت ببلادنا، والتي جعلتنا نعلن السنه المنصرمه سنة كارثة وطنية. ومعلوم أن ذبح الأضحية إذا كان سنة مؤكدة، فإن إقامتها في هذه الظروف الصعبة لمن شأنه أن يتسبب في ضرر محقق بسبب ما سينال الماشية من إتلاف، وما سيطرأ على أسعارها من ارتفاع يضر بالغالبية العظمى من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود منهم. نهيب بشعبنا العزيز ألا يقيم شعيرة ذبح أضحية العيد في هذه السنة للضرورة. وقرر الملك حسن الثاني يذبح واحد الحولي نيابة على المغاربة. كما كنعرفوا الحسن الثاني الله يرحمه كان اي حاجه كيديرها بحكمه، ماشي كان غير كيجي وكينزل القرار. اي حاجه كان كيضرب لها 1000 تخميمه عاد كان كينزل القرار ديالو. لهذا الالغاء الاعياد اللي فاتوا كاملين بهم كانوا عندهم ضرر كبير على المغرب، لهذا تم الغاء عيد الاضحى في المغرب ديك السنوات. عيد الاضحى هو سنه مؤكده وماشي فريضه. 2023 دابا الناس كيقولوا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده باش يعيد واللي ما عندوش ما يعيدش، فلا حرج. هي سنه مؤكده ورؤوس الاغنام كافيين للمغاربه، كيقول لك اللي بغى يعيد واللي ما عندوش ما يعيدش. دابا حنا باقي ما عارفينش الحكومه شنو غدير، وغالبا ما يكون لا الغاء لا والو. بغيتكم تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق، انتم مع من؟ واش مع الناس اللي كيقولوا الغاء عيد الاضحى او مع الناس اللي كيقولوا عيد الاضحى يدوز بسلام؟ الا كنتي اول مره كتفرج فيا خلي شي جيم وشي كومونتير واشترك في القناه ضروري في يوتيوب باش يوصلك الجديد، لانني كل سيمانه كنزل فيديو. الا كنتي كتفرج فيا في فيسبوك دير المتابعه، هذه هي الباج ديالي. الله فراسكم.